حكاية ليلى. ماهر لن يركب في السيارة التي فخخها له سليم، لأن أمه اتصلت به بسبب الحادث التي وقع لجانفيزا، وسوف يعود مسرعا على رجليه لأنه كان قريبا من هناك. وعندما يرى جانفيزا في حالة سيئة جدا، فإنه سيبدأ التحقيق في من وراء هذه الحادثة، وسوف يكتشف بأن جدته وزوجة عمه هم السبب، وسوف يطردهم من القصر ولن يسامحهم مطلقا. أما بالنسبة له ولجانفيزا، فإن هذا الحادث سيكون هو السبب في صلحهم وفي زواجهم زواج حقيقي، وسوف يكونون سعداء بعد ذلك. عفت سوف تندم كثيرا وسوف تطلب السماح، لكن جانفيزا ستكون فاقدة للذاكرة ولا تتذكر أي شيء. كما أن أبوها كورشات سوف يتعصب على ماهر كثيرا، وسوف يريد أن يأخذ جانفيزا من قصره.